لو هي عايزة تلبسه ممكن تلبسه تحت العباية وتحط العباية فوقه، ومحدش هيقدر يلاحظ الفرق غير النتوء اللي في الظهر، لكن غير كده مفيش حاجة تانية. اسكتلندا بلد متسامحة وسلمية وشاملة، عشان كده مهم جدا في الوقت الحالي لما بنشوف الانقسام بيزيد في مجتمعنا إننا ندعم مجتمعاتنا بكل الأديان والمعتقدات المختلفة. كلهم عايزين الإسلام لحد ما يكتشفوا إنهم مش عايزينه، لأن الظاهرة السخيفة دي بتلميع الإسلام من قبل الستات الغربيات بتضايقني جدا، خصوصا لما تدركي إن دي الحقيقة عن معنى إنك تكوني زوجة إسلامية. ده شيء رائع، وده بالظبط اللي الكل عايزه، وبرغم كده لسه فاكرين إنهم يقدروا يهربوا بالدعاية اللي هنشوفها دلوقتي. بلاقيه شيء سخيف جدا إنهم يفرضوا علينا الأفكار دي لحد ما يكتشفوا معناها الحقيقي بالنسبة لهم، زي الست الغبية دي. هي بتدعي هنا أنا زهقت من العنصرية، الرجالة المسلمين مش عنيفين، بحس بالأمان جنب الراجل المسلم ده أكتر من أي راجل ألماني عنصري. مش معقول يعني بالنظر للواقع إنها لابسة كده وإحنا عارفين هو بيفكر إزاي في الموضوع ده. الموضوع محرج شوية، مش شايفة كده؟ وطبعا السبب الوحيد اللي خلاها تصدق كده هو إنها مش لابسة شنطة على ظهرها، وكنتي تعرفي إن ده مش مناسب للستات المسلمات المتدينات. أنا عمري ما هسمح لمراتي تعمل كده، لأن أول ما تلبسها هتحدد كتافها وظهرها، ويمكن كمان وسطها، وممكن تشد العباية فتخلي صدرها باين برضو. عندي سؤال ليكي، لو هتسألي الراجل ده الشيخ عاصم الحكيم عن رأيه في الست دي اللي لابسة شنطة ظهر، تتوقعي رده هيكون إيه؟ أهي هنا بتزق الحاجة الغبية دي. أنا تعبت من العنصرية، الرجالة المسلمين مش عنيفين، لا هما مش عنيفين إلا لو انتي عايشة في وهم، بس مش هيسمحولك تلبسي ده ولا شنطتك ولا أي حاجة. هما هيستمروا يفرضوا حاجات غبية ومجنونة زي دي. الشنطة لو هي عايزة تلبسها ممكن تلبسها تحت العباية وتحط العباية فوقها، محدش هيلاحظ الفرق غير الكتلة اللي في ظهرها، لكن غير كده مفيش حاجة. ما تقلقوش يا جماعة، احنا مش عايزين الستات بتوعنا يبقوا مثيرات وجميلات أو صدرهم باين، احنا بس عايزينهم يبانوا زي الجمال أو أدق جمال ملفوفة في أكياس زبالة. وبما إننا بنتكلم عن أكياس الزبالة، دي ظاهرة تانية انتوا شايفينها؟ إن الستات دول بينزلوا الشارع يطلبوا من الناس يغطوا نفسهم بأكياس الزبالة. بصراحة أنا شايفة إن الإشاربات جميلة، أنا شايفة البساتين الواسعة جميلة، بس بشوفها جميلة لو الناس فعلا عايزاها بجد. يلا نشوف. هي هنا بتطلب منها تجرب الحجاب لأول مرة، البنت مبتسمة، الموضوع مثير جدا، ده مؤثر قوي، واضح، خدي بالك من ده، بصي بصي بصي، شايفة ده؟ بطنها باينة لأنه ده مش لايق خالص، واحنا هنا بنحاول نفكرك ازاي المفروض تكوني فعلا. وهنا تاني بتبتسم، بتبتسم فرحانة، فرحانة، بس بطنها فيها دم، بطنها فيها دم، بس فرحانة، فرحانة. كلهم عايزين كده، كلهم عايزين كده لحد ما يفهموا معناها الحقيقي. دلوقتي ده لبس جميل لو رايحة مناسبة مميزة، ده مش اللبس اللي تحبي تلبسيه كل يوم، كلنا عارفين إن ده حقيقي. تمام. ودلوقتي هي بتعمل دعاية للبنت دي قدام برادة، وأنا متأكدة إن هما مش بيلبسوا ستاتهم كده، وبتقول يا سلام ده رائع قوي، ما تقلقوش يا جماعة، ممكن تلبسوا اللي انتوا عايزينه، دي كانت شكلها قبل كده إيه، دم، معدة، مقرف. وده شكلها بعد كده. دلوقتي مش عارفة إذا كنتوا لاحظتوا ده ولا لأ، بس شايفين الصليب الصغير اللي في رقبتها؟ يا ترى ده السبب اللي الست دي اختارتها عشانه؟ قبل وبعد، بصوا للبنت الجميلة دي اللي بتضحك وفرحانة، أحضان وكل حاجة لطيفة، كل الناس عايزة تلبس الحاجات دي. وبعدين عندكم ده، الراجل ده شايف إن الحجاب لوحده مش كفاية في الاحتشام، فبيحط النقاب في جيبه ويديه للستات عشان يغطوا وشهم. أيوة فعلا، واضح إن البنت اللي بتضحك دي مش كفاية،
إحنا عايزين حاجة أكتر. مش قادرة أسمع الموسيقى، بتضايقني. فهو هنا شاف الست دي، واضح إنه فيديو دعاية، هي لابسة وكعبها عالي عشان تبان وتحس إنها جميلة. وبعدين هو قال أنا آسف. ده ما كانش كفاية. دلوقتي انتي جميلة، دلوقتي انتي بقيتي منسجمة تماما، دلوقتي انتي زي ما الست الحقيقية المفروض تكون. وبالنسبة ليا فكرة انهم بيحاولوا يقنعوا الناس ان العيشة تحت الإسلام للستات حاجة جميلة ورائعة، دي جريمة. وهنشوف قد ايه الموضوع سيء كمان شوية. بس الأول تعالوا نشوف ده، لأنه فعلا بيضايقني. النوع ده من الظواهر اللي فيها سياسيين وستات بيقولوا بصوا احنا بنحب الحاجة دي، تعالوا نلف نفسنا في أشرب. واضح انهم مش عارفين يلفوه أصلا، بس عشان يثبتوا قد ايه الحاجة دي جميلة. أنا فعلا بشوف ده إهانة لكل الستات في كل مكان. اسكتلندا بلد متسامحة مسالمة وبتحتوي الكل، عشان كده مهم جدا في الوقت الحالي واحنا شايفين الانقسام بيزيد في مجتمعنا إننا ندعم مجتمعاتنا بكل الأديان والمعتقدات المختلفة علشان نضمن إننا نقدر نكمل ونحافظ على المجتمع المسالم ده. الحكومة الاسكتلندية واقفة جنب مجتمعاتنا الدينية وبتساندهم. فكرة إنها مش قادرة تروح بشعرها زي ما هي متعودة تلبس، ده شيء هي مستعدة تتجاهله تماما، لأنها غطت نفسها بشكل مش كويس بأي طرحة أو إي شارب على رأسها. بصراحة شكلها كأن جوزي بيهزر معايا لما بيغطي وشه بإشرب، مش باين عليها حد متعود يلبسه. بس هي مش هتتكلم عن حقيقة إنها فعلا مش قادرة تحضر المراسم دي وتشارك في الندوة مع الرجالة إلا لو كانت مغطية نفسها. لا، هي مش هتتكلم عن الحريات دي، هي بس هتتكلم عن الشمول. في الوقت الحالي احنا بنشهد زيادة في التمييز وعدم التسامح، عشان كده من المهم جدا ان زيارات زي دي تحصل والوزراء يوروا دعمنا لمجتمعاتنا الدينية خصوصا، ونقف متضامنين وبسلام. ممل، بس واضح إنه مش لازم يلبس غطاء راس. خدي بالك هو وخدي بالك هو. لمجتمعاتنا الدينية خصوصا ونقف متضامنين وبسلام. ممل. الحكومات بتدفع بأفكار سخيفة زي دي. يلا نسمع إيه اللي بيحصل فعلا. بالنسبة للستات الإسلام أسوأ من حكم مؤبد. إحنا بنشوف ده بشكل واضح في أفغانستان، في إيران، وفي كل مجتمع إسلامي اللي فيه الست ممكن تخسر حريتها، أمنها، وحتى حياتها. في أفغانستان طالبان كتبوا في القانون إن الراجل يقدر يضرب مراته طالما ما يكسرش عظمها. ده لطيف منهم، ده بيفكرك بالظبط بالنوع ده من التسامح، صح؟ بصي احنا قد ايه متسامحين، ما تقلقيش هيضربوكي بس طالما ما يكسرش عظمك، عارفة؟ دي الحياة القاسية اللي بتعيشها ملايين الستات تحت جماعة متطرفة اسمها الإسلام. أنا فعلا نفسي أشوف النسويات، الليبراليات، اليساريات بيحتجوا ضد الظلم الحقيقي ده للستات. بس للأسف ده مش هيحصل، لأن الحقيقة إنك ما ينفعش تقدم نفسك كمدافع عن حقوق الستات وفي نفس الوقت تدعم سياسات بتدخل الأفكار دي لأوروبا. شوف، النوع ده من السياسيين هو اللي محتاجينه، ده النائب سيباستيان. أنا مش قادرة أنطق اسم عيلتك بجد، أنا أسفة جدا، بس النوع ده من النواب هو اللي محتاجينه، مش الهري اللي بيتظاهر إنه هادي. أنا قلت لكم يا جماعة إننا هنشوف فعلا إيه اللي بيحصل للستات. يلا نشوف. شايفين مين اللي سابوا الدين؟ وشكلك متأثرة جدا بالغرب، وبالتالي هل لقيتي إنك تعرضتي لمضايقات؟ خلينا نكون واضحين، في ستات كتير بتشجع وبتقول إن ده شيء كويس، بصي قد إيه جميل، بصي قد إيه هو رائع. وبعدين عندك الستات الشجعان فعلا اللي سابوا الدين وابتدوا يدركوا إنهم يقدروا يتكلموا، وده بالظبط اللي الست دي بتعمله. شجاعة، بطولية رائعة وجميلة إنها بتقول فعلا إنها مهتمة بالستات. هي بس مش مهتمة تتظاهر بالفضيلة علشان تبان إنها مهتمة بالستات، وفي نفس الوقت بتسمح إنهم يتضربوا. يعني أنت تعرضتي لسلوك غير لائق؟ دلي كان الموضوع أكثر عن الكلام ضد الإسلام بس جاي من نفس المجتمع. التصرف بيكون إنهم يعملوا أي حاجة في قدرتهم عشان يسكتوكي أو يمنعوكي تتكلمي عن العيوب يعني بتاعت المجتمع أو الدين.
ففي البداية تعرضت لنفس المعاملة تقريبا، آسفة أني بقول كده، بنفس الطريقة اللي بيعملوا بيها الستات غير المسلمات، زي بالضبط اللي كنتي بتقولي عليه. فبقى مستوى التهديدات الجنسية المنحرفة أكثر شيوعا، لأني خلص مش ضمن المجموعة، فمش لازم يحترموني أو يحموني، أو زي ما النسويات المسلمات بيقولوا، وده تناقض كبير، إنه الإسلام بيعاملهم زي الملكات، وده كلام غير منطقي خالص. بس فكرة إني فقدت الامتياز ده دلوقتي، يعني لما سبت الإسلام أو خرجت من المجموعة، فعلا حاسة إني بقيت الموضوع غريب جدا. صح اللي هي بتقوله كده، يعني لو انت ضمن المجموعة ممكن بنحميكي إننا نضربك بس من غير ما نكسر لك عظمك، بس ممكن نحميكي. بس أول ما تخرجي من المجموعة لا، ساعتها هنعاملك بالطريقة اللي المفروض تتعاملي بيها، زي الكفرة، زي ما هنعامل اللي مش إسلاميين، يعني الستات البيض الغبيين دول. زي الست دي كنا هنعملها ازاي لو كان مسموح لنا وكنا مش محتاجين نستخدمها بس كأداة مفيدة؟ غبية، نوع من التهديدات الجنسية المنحرفة. إيه اللي حصل بعد كده؟ يلا نسرع الموضوع شوية عشان مش قادرة اتفرج على الحاجات دي. ده بقى شيء عادي أكتر دلوقتي، لأني ما بقتش جزء من المجموعة، فمش لازم يحترموني أو يحموني، أو زي ما بيقولوا النسويات المسلمات. وده تناقض كبير، بس هما بيحبوا يقولوا إن الإسلام بيعاملهم زي الملكات، وده كلام فارغ تماما. بس الحقيقة إني فقدت الامتياز ده دلوقتي، يعني لما سبت الإسلام أو خرجت من المجموعة، فعلا حاسة إني بقيت زي لعبة، زي باقي أسفة، زي الستات اللي مش مسلمات، إلا لو رجعت للإسلام تاني. فعشان كده دايما في الموضوع ده جاري تعليقات بشعة جدا، زي أنا هغتصبك وأرجعك للإسلام. أسفة، ينفع أقول كلمة الاغتصاب؟ تمام، يعني من ناحية الكلام ده زي هنغتصبك أو هتجوزك وهتبقي مراتي الرابعة وهرجعك تاني، فدائما بيكون في الشرط ده، زي هنمارس العنف ده ضدك وبعدين هنرجعك تاني وسطنا، يعني مش هتقدري تخرجي عن السيطرة. بس أيوة، ده بالظبط التفكير اللي هم بيغرسوه تجاه الستات غير المسلمات. ايوه ده جميل، ده رائع. لا ما تقلقيش، هنغتصبك وبعدين يمكن تفتكري إنك لازم ترجعي لنا عشان ده اللي بنعمله. يا لهوي، ده شيء رائع فعلا. لو بتحبي الاغتصاب تعالي انضمي لينا، ولو مش بتحبي الاغتصاب برضه تعالي انضمي لينا عشان هنتأكد إنك هتتعلمي تحبيه. ده مقرف، ده يثير الاشمئزاز، وبصراحة ده إحراج لأي بنت هناك، لأي نايبة، لأي ستات بيفكروا إنهم يقدروا يفرضوا الأيديولوجية دي على ستات تانيين من غير ما يوضحوا فعلا اللي شفناه في بداية الفيديو ده، إن كل اللي بيعملوه وكل اللي مهتمين بيه هو السيطرة عليكي وإخضاعك وضربك. وحقيقة إن لسه في ناس فعلا بيروجوا لده، شيء سخيف وجنون تام وكامل. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.